حسني عبد الرب ولا بيرلو؟ لا ايه ده؟ ما بيرلو. طب حسني عبد الرب ولا جاتوزو؟ حسني عبد الرب. عبد الحليم ولا ام كلثوم؟ عبد الحليم حافظ. ايه ده بجد؟ اه سمبوسه ولا سمبوسك؟ كان زمان السينمات بتعمل فيلمين في الحفله الواحده. عارف الزبره او الحمار المخطط؟ تمام تمام. مره وحش هو ماشي. اسود ومخطط ابيض ولا ابيض ومخطط اسود؟ انت لو ماشي. خيروك ان انت تغير مجال شغلك وتشتغل في حاجه، تشتغل ايه؟ انا نفسي اغير مجال شغلي. ما انت ازيكم يا شباب؟ يوم جديد وكردشه جديده، والان في طريقي ان انا اروح اصور حلقه جديده مع ضيف جديد، صديقي وصاحبي محمد خالد. الراجل جه متاخر عليا بتاع 7 دقايق. ازيكم يا شباب؟ رجعنا تاني مع الضيف اللي انا قلت لكم عليه في اول فيديو، محمد خالد. نورنا يا عم جو. حبيبي. نورنا يا عم جو. بس هنتكلم بقى النهارده في هلس وجد شويه، يعني عادي. انا عندنا الاثنين. تمام. اول حاجه بقى احكي لي عن ذكرياتك في الطفوله. انت بالنسبه لك الطفوله بتاعتك كانت عامله ازاي؟ عشان عارف انت كنت في في ايطاليا. كذا دوله. ايوه تمام. انا المفروض ان انا كنت في ايطاليا الاول وبعد كده نقلت مصر يعني لما كبرت شويه. اوكي. طبعا في ايطاليا يعني ما افتكرش حاجات كتيره يعني، بس لما نزلت مصر هي دي ذكرياتي الاكتر، لان في وانت نزلت مصر مصر كنت عمرك كام سنه كان اصلا؟ عندي مثلا 7 مثلا 8. بجد؟ جدتي بقى كانت بتاخدني معاها السوق، تجيب بقى مش عارف حاجات بتاعت البيت والكلام ده، فالحاجات دي كانت معلمه معايا شويه لان الحياه كانت مختلفه بالنسبه لي، فدي كانت ذكرياتي الاولانيه مع الطفوله يعني. السؤال التاني، ايه وانت صغير او زمان، ايه مثلا اكتر حاجه كنت عندك تروما او كنت بتخاف منها؟ الكلاب. بجد؟ والله. زي برضه انا في كلب اصلا، الكلاب. في كلب زمان هجم عليا وساعتها انا عندي تروما. ما هي دي كنت نفس متهز الفكره. برضه. كنت بلعب انا واخويا في نادي كده جنب البيت في ايطاليا، الكلام ده كان في ايطاليا، وبعد كده بنلعب كوره وممنوع اصلا الكلاب تخش، زي هنا مثلا باركس ايوه ما ايوه ينفعش الكلاب تخش، ولقيت كلب جاي بيجري من اخر النادي وراح جاي جاري على النص بتاع الكوره، هو جاي بيلعب، هو مش والله هو مش انا مش فاهم ده طبعا. وجري راح نطت على الكوره اخدها ببقه وقعد يجري ورايا، فانا قعدت اجري بقى، فانا مش فاهم هو بيجري ورايا ليه. نفس الكلام والله. بس قعدت اجري لغايه ما صاحبه جه، بس كان حوار كبير أيوة. لان كان هيحصل مشكله وقضيه وكان حوار أيوة. كبير بجد يعني. بس فصاحبه جه وقعد يعتذر لنا واعتذر لابويا وكده، راح مديني 50 يورو عشان اجيب كوره جديده. 50 يورو؟ 50 ساعتها طبعا الكلام ده في 2000 ده كان رقم 2001 عملاق. 2001 تقريبا 2001 2002 كان رقم كبير فشخ أيوة. ساعتها. بس اقول لك على حاجه، انا ما بخافش من الكلاب خلاص دلوقتي. يعني كان لا حجمه او شكله؟ خلاص ولا يفرق معايا، وبحب الكلاب يعني. طب انت فاكر وانت صغير زي اغنيه او ترند؟ ممكن مثلا البوم تامر وشيرين، انت طبعا انت أنهي بتحب واحد اللي تامر هو بتاع حسني ايه؟ فشخ انا يا ليل؟ عارف. بحب طبعا. بتاع اللي هو يا ليل. لا يا ليل لا ده شيرين، لا لا لو خايفه ضمك تلاقي الامان. ده امتى ده؟ ده 2002 كنت انت انا كان لسه. عمري سنه. كان لسه مش انت هفتكر. لسه صغير، فده كان ترند ساعتها، كان مكسرين الدنيا هو وشيرين طب مع اقول لك، بعض. انت فاكر اول فيلم دخلته السينما في حياتك؟ كان زمان السينمات بتعمل فيلمين في الحفله الواحده، بتدفع تذكره واحده لفيلمين، ده بجد ده في مصر. ده في مصر. كان سينما الحريه، الناس اللي في اسماعيليه، انا من اسماعيليه واو. اصلا، فالناس اللي عارفه في اسماعيليه يعني كان في سينما آه. اسمها الحريه لسه موجوده لغايه دلوقتي. دخلت اول فيلم كان فيلم الليمبي ومافيا. واو. كان الاتنين مع بعض، كانوا جايبين مافيا الاول اللي هو ايقونتين. اكشن وبتاع، دخلت ايقونتين وبعد بجد. كده دخلت بقى يعني بتفضل قاعد استراحه وتتفرج على فيلم الليمبي، كان الليمبي كوميدي ومافيا. بقى، كان ضحك فشخ، وكان بكام بقى تذكره 3 جنيه. بجد؟ لا بجد 2002 لو تراجع معايا بعد انا كده. اول فيلم دخلته كانت سنه 2006، ودخلت فيلم اللي هو بتاع حلمي اللي هو كان اسمه اللي هو بتاع لما حبيبتي هتكبر النعمه لا تكبر كده. هو الفيلم ده ده اسمه احمد مش فاكر. حلمي مطب صناعي. مطب صناعي. مطب صناعي ده اول ده فيلم كان اتصور في دخلته. اسماعيليه برضه. طيب انت بما انك بقى راجل، يعني راجل ميلاني كبير، الناس ما تعرفش الكلام ده. ميلانيستا ميلان فورسا ميلان. فانت ازاي شجعت ميلان رغم ان والدك اصلا بيشجع فيورنتينا؟ دي حقيقة، احنا كنا عايشين في فلورنس، فهو كان بيشجع فيورنتينا، كانت اياميها باتيستوتا بقى وباجو والناس دي، بس انا كنت صغير فما كنتش لسه ليا انتماء، فكنت ماشي مع ابويا يعني فاهم، زي عيالي دلوقتي انا اخدهم معايا في الميلان بس هم مش عايزين يشجعوا ميلان يعني فاهم. فميلان كان 2003 برضو اعتقد، 2003 كان تشامبيونز ليج بتاع اليوفنتوس، ده كان اول مرة اتفرج على الميلان فريق بقى، وكان عندي مثلا 11 سنة، فكان اللي هو فاهم شوية خلاص اشجع ميلان يعني. اخش مع الميلان. كان شيفتشينكو ساعتها، شيفتشينكو ده جيل كان كده، مالديني بقى ونيستا ومش عارف ايه بتاع لا كده. ما كانش في دماغه عادي يعني. انا بحب فيورنتينا على فكره. طيب بما انك بقى جبت سيره الميلان، احكي لي عن اسوأ واحلى ذكرى ليك معاهم، واسوأ اكيد معروفه معروفه كده كده.
ليفربول. ليفربول يعني ليفربول. حاجه، بس الحمد لله معانا الريفنج في بعدها كان عمرك بسنتين كام يعني. ساعتها؟ كان 15 ساعتها مثلا؟ عندي لا في اللي هو اللي خسرناها كان عندي 13. فانت كنت واعي يعني. كنت بتفرج على الماتش، بتفرج على النهائي طب وفرحان بقى عملت واحتفل ايه وبتاع. بقى لما حصل كده؟ كنت هموت نفسي والله موت. فاكر يعني انت فاكر؟ طب والدك قال ايه؟ لا بابايا ما كانش معايا، بابايا كان في ايطاليا ساعتها تقريبا، انا كنت في مصر. قال لي ما تزعلش بقى، هتعمل ايه ومش عارف، بس سنتين واخدنا ريفنج يعني فتمام. فانت ريفنج ده يعني بالنسبه لك كان احلى المفروض ذكرى ولا احلى في ذكرى، لا تانية؟ في ذكرى احلى دي من 3 سنين لما خدنا الدوري، لان انا حضرت الدوري. وراح هناك. انا كنت موجود في الماتش هناك، ماتش اوي، كان قصه كده يعني، وما كنتش ونزلت معايا الملعب انت تذكره. صح؟ ونزلت اتصورت مع اللعيبه، وكان حاجه جامده فشخ. فدي كانت احلى اعتقد لحظه ذكرى. عشتها. طب اقول لك انت تمام. ايه اكتر لعيب حبيته في ميلان بره مالديني ونيستا؟ عشان اي بره ميلاني ميلان. هيقول لك مالديني او نيستا. لا سيبك يعني، طبعا مالديني بره مالديني بقى. نيستا ده حاجه تانية. تشيفتشينكو من اللي حضرتهم. ايوه تشيفتشينكو جامد فشخ، وبحب فشخ ابراهيموفيتش. في ناس كتير ما بتحبش مين ابراهيموفيتش، بس اعلى؟ انا لا تشيفتشينكو طبعا زمان لا كان اقصد يعني افشخ يعني. مين اعلى عندك في الحب اللي لا هو؟ بص ابراهيموفيتش انا حضرته وانا كبير اكتر شويه، وحضرته في فرق مختلفه، فانا كنت بحب اللاعب ده اصلا بعيدا عن الميلان بس انا خالص. حاسه مش هو عارف جالنا ليه. ميلان في الاخر يعني، أيوة. جالنا في ميلان بعد ما راح الانتر وبرشلونه ومش عارف بس انا ايه. حاسه مش عارف ليه ما عندوش يعني اللي هو ايه، يعني اللي هو من الاخر من جواه فاهم، هو مش ميلاني قوي اللي هو راح لا انتر وراح بالعكس، يوفي وراح برشلونه وراح كذا هو كذا راح كذا. لا بالعكس، ده هو راح الفرقه دي الاول، وبعد كده لما رجع الميلان حتى هو قال كده الفريق الوحيد اللي انا ده اللقاء هو عمله، الفريق الوحيد اللي انا اقدر ارجع له تاني. وهو كانش عايز يمشي على فكره، بس كان في مشكله اقتصاديه الكلام ده في والنادي بيبيع. 2011 صح ولا 2011 10 لما راح مشي بقى راح بي اس باريس. جي بالظبط. هو تياجو سيلفا كان في مشكله، وقال لك الفريق الوحيد اللي انا ممكن ارجع له تاني الميلان. انا كنت مقرر في حياتي انا مش هتكلم عن كره مصريه، تمام. بس انت راجل من اسماعيلاوي، فانت اسماعيلاوي بتشجع اسماعيلي. طبعا يعني الاسماعيلي ده فاحلى اكيد. ذكرى معاك تمام مع الاسماعيلي. الاسماعيلي طبعا الدوري. واحلى ذكرى. احلى ذكرى الدوري، لان انا فاكر الدوري بتاع كنت ايه؟ الدوري 2002 2001 2002 ده انا كنت عندي مثلا 19 سنين، هي نفس السنه تقريبا اللي انا ابتديت اشجع يعني وكده. اليوم ده طبعا الاسماعيليه كلها كانت ما نامتش يعني. وبعدين كان في مشكله حصلت، عربيتنا كانت لونها احمر والمانجا باظت. المانجا باظت. والله ونزلنا ساعتها نحتفل مع الناس، والعربيه كانت هتتكسر، ده بجد والله. عربيه والدتي يعني كانت لونها احمر ساعتها، وكانت في مشكله كبيره، حصلت مشكله، بس دي كانت احلى ذكرى طبعا. اوحش ذكرى لما خسرنا الدوري في ماتش الفايس، ده كان ذكرى يعني. احمد فتحي بتاع طلائع الجيش لما خدها بيمينه كده حطها ابو تريكه طبعا راح نعمل لي فيها واحده منصور. دي كانت اسوأ حاجه. طيب بره الكوره بقى، فاكر اكتر موقف علم معاك سواء حلو او وحش؟ موقف عموما حصل معاك موقف او الاثنين. بص، هو اصعب موقف حصل لي كان وفاه جدتي الله يرحمها 2018. دي كانت انا متربي معاها يعني، يعتبر احسن موقف حصل لي. انا كنت مرتبط في ثانويه عامه، في ثانيه ثانوي او ثالثه ثانوي كده، كنت مرتبط ببنت. لا عادي مراتي عادي، ده مفيش مشكله. كنت مرتبط ببنت يعني، فضلنا مرتبطين لغايه اولى جامعه، بدايه اولى جامعه، وبعد كده حصلت مشكله وسيبنا بعض. بس كانت مشكله يعني مش لازم بقى نحكي المشكله كانت ايه يعني. بس حصلت مشكله وسيبنا بعض بطريقه. لا هي مش متجوزه اصلا ولا متجوزه ولا مخطوبه. انت متابع؟ لا احنا اصحاب على فكره بجد. دي حقيقه. اوكي. حصلت مشكله يعني وسيبنا بعض، وكانت مشكله تافهه يعني، بس كان اسبابها كبيره شويه. بس والمشكله دي هي اللي خلتني بعد كده ان انا نجحت في حياتي بجد. والله ده بجد حقيقه يعني. انا بقول لها شكرا، هي عارفه الحوار ده برضه. طب مراتك عارفاها؟ مراتي عارفاها، هي ما تعرفهاش شخصيا لا، بس عارفه عارفه القصه. بس هي دي اللي نجحتني بعد كده في الجامعه وفي حياتي، وان انا اشتغل، وان انا عشان اثبت ان هي كانت غلط يعني. انت ايه طب اكتر اغنيه حبيتها؟ اغنيه لواحد اسمه اندريا بوتشيلي، ده ايطالي. هو اعمى، هو اصلا اعمى، هو راجل بتاع اوبرا وكده، جامد فشخ بيغني يعني. ولا عزف؟ لا اغاني، بيغني. كان ليه اغنيه اسمها فيفو بيرلاي. هو يعني بيعيش عشانها، هو مش بيغنيها لحد، بيغنيها للموسيقى والله. ده بجد، هي دي اللي معيشاه يعني. جابوه في الشامبيونز ليج، بس مش فاكر انهي نهائي يغني. كان هو اعمى وبيعزف وبيعمل بيانو وبتاع. الشامبيونز ليج من فتره ولا قريب يعني؟ لا مثلا حاجه زي كده 7-8 سنين ممكن، 6-7 سنين. بتاع الليفر؟ مش فاكر بتاع مين، مش فاكر. اصل هو ايطالي مشهور. الليفر بتاع محمد صلاح بتاع كتفه ده، في واحد كان عمال يعزف وكان لابس نظاره، ممكن يبقى هو الدخله. ممكن يبقى هو، بس كان شاب ساعتها. لا مش شاب، لا ده راجل كبير دلوقتي، هو شعر ابيض وبتاع. لا طب عربي طب؟ والله مفيش حاجه معينه، بس انا بحب اغاني عمرو دياب القديمه يعني، مثلا الالفينات برضه، في اول الالفينات، اللي هي مثلا تملي معاك مثلا، نور العين، الحاجات اللي هي قديمه عمرو دياب. طيب ندخل بقى في الهلس.
اسالك اسئله فاهم وانت ماشي. تختار يعني حاجه بالاثنين اسئله ماشي. يعني انا اخيرك في حاجتين ما ده لهمش ولا علاقة ده؟ ببعض، ماشي تمام؟ اوكي. عارف الزبره او الحمار المخطط، تمام. تمام؟ مرة وحش. هو ماشي. اسود ومخطط ابيض ولا ابيض ومخطط اسود؟ هو ممكن يكون ابيض ومخطط اسود. ماشي. الله اعلم طبعا، ما اعرفش. والله اعلم. نسال ربنا بقى ان شاء الله لما نموت. طيب اسالك سؤال تاني عاوز. ماشي. حسني عبد الرب ولا بيرلو؟ لا ايه ده؟ ما بيرلو. طب حسني عبد الرب ولا جاتوزو؟ حسني عبد الرب. بجد؟ ده بجد. على جاتوزو؟ جاتوزو اصلا كانش عنده كوره يعني، هو بينزل يضرب. واو. ما فيش كوره يعني. طيب اسالك سؤال تاني، تمام؟ ماشي. تامر حسني ولا تامر هجرس؟ لا تامر حسني. بجد؟ لا يا عم مش تامر هجرس؟ يا اصلا عم بحسه تامر كده هجرس. تامر هجرس حد بحسه decent. ملزق شويه يعني. طيب. لا تامر حسني. انا قابلت تامر هجرس في الحقيقه بس. فين؟ هو لذيذ فشخ على مصر؟ فكره. في مصر كان هو شكله أصلاً في مول العرب بس. طيب. بس لا تامر حسني. طيب جدع عادل ولا جدع عبد الرازق؟ معرفش. انا لا بحب الاثنين بس مش ما فيش أصل هما أقول لك الاثنين إيه، اصل عبد بحبهم. الرازق معلمه معايا في فيلم اللي هو بتاع كلمني شكرا. كريم شكرا. اصل كنت صغير. فهمتك. يبقى أنت جيت نخليها فيها. يبقى نخليها غدا عبد خش في الرازق. الديتيل. يبقى نخليها غدا عبد الرازق. اسالك سؤال تاني، ده الصراحه انا عندي فيه افضليه، عبد ماشي. الحليم ولا ام كلثوم؟ عبد الحليم حافظ. كده بجد؟ بس, مش بس أم ماليش في الاثنين يعني، بس احب يعني ممكن اغاني عبد الحليم حافظ قصدي معلقه معايا اكتر شويه لو ما بسمع اغاني، لان انا طبعا وانا صغير كانت والدتي هي اللي بتشغل الاغاني دي زمان. بس انا اقول لك اللي معلمه معايا قوي بس انت ما كنتش عارفها، ميادة الحناوي. عارف مدى حناوي اللي هي بس هي مش قديمه قوي اللي هي للدرجه دي بتاعت يعني بس. كان أنا يا بعشقك. مكان الحب بالظبط، مالي لان انا زمان وانا صغير كنت بسمع الاغاني دي في البيت كتير. متأخر. متأخر، انت لو ماشي. خيروك ان انت تغير مجال شغلك وتشتغل في حاجه، تشتغل ايه؟ انا نفسي اغير مجال شغلي. ما انت ده أنا نفسي. دلوقتي حد قال لك بص انت قدامك فرصه أوكي. العمر، تمام. مصباح علاء الدين، اوكي. وغير شغلك. بص هو انا هتقول كده عايز كده اشتغل ايه؟ انا نفسي اشتغل اصلا حاجه في الاكونتنج. كده بجد؟ واحتمال ادرس اصلا يعني الايام الجايه دي ان شاء انا الله. قلت انت انت لما لا، تضرب لا. حاجه كده مستحيل. لا اكونتنج، لان انا اصلا دارس اكونتنج، كنت شاطر فشخ في الاكونتنج. وطالع من الاول، انا طالع توب 5 في سنه رابعه. انا عارف. مدارس انجلش. انا كنت في السعوديه، قلتها في اول فيديو واقولها تاني. كنت في السعوديه، شوت اوت للسعوديه واللي منها. لا انا كنت في المنار لانجويج سكول. كنت في السعوديه ثانويه بنين، إسماعيلية. كانت عسكريه. طب اسالك سؤال صراحه انا محضره وانا عايز اقول لك عشان اعرف ردك، تمام؟ ماشي. انت لو خيروك ان انت في ميلان هتاخد الدوري الايطالي ماشي. بس تخسر من الانتر رايح جاي، ماشي. تخسر؟ من الانتر بقى جاي. ايوه بتخسر بنتيجه اللي هو 4-3-5 صعبه دي. بس الدوري لا. هتاخد دوري قدامها. اقول لك على حاجه، انا عايز اخد دوري عشان اعادلهم، عشان هم زياده عننا ممكن. واحد. زياده عننا والله؟ واحد. هم كسبوا السنه اللي فاتت الدوري. المشكله في حاجه، هم كسبوه لما كسبونا، يعني هم كسبونا في الماتش كان ماتش الدوري، لو كسبوه ياخدوا الدوري، فدي كانت قاتله يعني، فاهم؟ السؤال يعني دي ده. زي نفس بالظبط الشامبيونز ليج 2005 طيب السؤال ده واحتفلوا في هيبقى- الدوري وبتاع. لا يعني لو نكسبهم في الماتش وناخد الدوري ماشي، ونخسر مثلا ماتشين ثلاثه تانيين، بس لا ما اخسرش الانتر. اصل انا عشت اخر سنتين بخسر من الانتر رايح جاي بسبب بيولي. ده ضيعنا خالص 5-6 ماتشات وتشامبيونز ليج رايح جاي بنخسر وبتاع. بس جاب لكم دوري. كفايه ماشي، اخدنا الدوري بس كنا كسبانين الانتر ساعتها، يعني كسبنا على الانتر فكرة، ساعتها. حاجة زي كده. جيرو وعملوا له اغنيه وبتاع. الراجل ده واثنين تانيين بيقولوا محمد صلاح تمام يتصنف من التوب 5 طبعا وينجرز في تاريخ الكوره، مش في طبعا العالم دلوقتي، في التاريخ الكوره. طبعا. انا قلت لهم ده لا بيشجع بصراحة. ليفربول على فكره، أنا بشجع فالدنيا ليفربول. مش عارف بيشجع ليفربول ايه. انا راجل انت صديق. خاين يا قلت ابني. لهم لا. ايوه يا ابني. لا يا لا ابني صلاح توب يا ابني في طبعا. تاريخ الكوره أيوة يا عندك عم. بيست وعندك كرويف ولا وعندك يفرق معايا. بيليه وعندك محمد صلاح جرينش. عمل اكتر من ده ناس كده. قديم، ده كمان مش الجديد، ده انت عندك ريبيري وبعدين اقول لك حاجه، بعيدا ان هو مصري، انا مش بتكلم ان هو مصري ولا لا اجنبي. ولا انا على فكره والله لا خالص. توب 5 طبعا، بعد ميسي وكريستيانو والناس دي. طبعا ومارادونا يعني. صلاح يجي توب 5. اخر بقى سؤال، تمام. عشان احنا بقى في رمضان، في السؤال ده بساله لاي ضيف. انا شفت السؤال ده. سمبوسه ولا سمبوسك؟ بص هو انا بقولها سمبوسه باله، بس هي سمبوسك. طب عرفت اعتقد إزاي ان هي سمبوسك؟ سمبوسك، عرفت ازاي؟ لان في عندنا في اللغه العربيه زي مثلا العراق، هي مش العراق، هي العراق، فاهم قصدي؟ فاحنا في مصر مش بننطق يعني زي تعبان، هو ثعبان. ايوه لا بس فهي اعتقد ان هي سمبوسك واحنا سمبوسه كده زي بس خلي بسبوسه بالك- زي. بس خلي بالك يعني هو الجدال دوت تمام، هو بره مصر يعني الجدال ده هتلاقيه برضه في الخليج وكده. لا بس انا رغم الخليج اعتقد بينطق الله عادي بص خالص الله وكده. اعلم يعني، مش هتفرق معايا، المهم ان هي بتتاكل يعني. بس لا هي بقى- انا بقولها سمبوسه، بس انا اعتقد ان هي اسمها سمبوسك. يعني انا اولادي في مدارس هنا عربي، لما بيروح مدرسه عربي هم بيجوا يقولوا شجره، مش بيقولوا ما بيقوليش شجره، وانا بقول لهم دي شجره، يقولوا لي لا دي اسمها شجره عشان بيتعلموا اللغه العربيه. بس هم صح، هم مش انا اللي صح يعني، احنا في مصر اللي. قشطة تمام يلا. سبسكرايب بقى وفولو وشير ولايك وكل حاجه. ماشي يا عايزين جماعة. بقى فيوز بقى تضرب بقى 50,000. لا 50,000 خلينا 50 بس. 1000
1000 والله. ان شاء انا الله ان يعني شاء الله. انا في حد دلوقتي حد الحلقه بصورها في حوالي فيديوهين معديين 250. ده بالنسبه لي حلو. هنجيب لك 500 ان شاء الله. 500 هتبقى لذيذه ان أوي شاء الصراحة. الله ان شاء الله، او نجيب لك 1000 باذن الله. بص اي رقم يعدي 200 انا مبسوط. ان شاء والله الله مبسوط. ان شاء الله. يا قشطة. رب بس تبقى الحلقه عجبتكم كمان، آه. عشان ما نبقاش تقال عليكم قوي، وتبقى خفيفه كده باذن الله. بالظبط. حبيبي ماشي يا جماعه، بس كده كان هو ده كل اللي عندنا النهارده. وزي ما هو قال اللايك والشير والسبسكرايب، كل الحاجات كل الحبكات دي اعملوها. فبس شكرا، ونتقابل في الفلوج الجاي يوم الجمعه. سلام. سلام.